السلام عليكم. أول ما اختبار الحمل بيطلع إيجابي بنلاقي الكل بيسأل يا ترى حامل في ولد ولا بنت؟ فتحاول الأم وكل المحيط بالحامل إنهم يوصلوا لطرق لمعرفة إذا كانت حامل في ولد ولا بنت دون الانتظار للسونار، وده من خلال بعض العلامات والأعراض المتداولة لتحديد جنس الجنين. أنا كريم شرابي، أهلا بكم في حب الطب. عدم الانتظار والاستعجال بالمعرفة من طبائع الإنسان في كل مكان وكل موقف، عشان كده بنشوف الحامل وهي بتستعجل لمعرفة هي حامل في ولد ولا بنت بأسرع وقت ممكن، فتلاقيها بتدور على علامات وأعراض قد تخبرها عن جنس جنينها. وهنا نيجي لسؤال، هل بتختلف أعراض الحمل بولد عن الحمل ببنت؟ السؤال ده منتشر بين الستات وخصوصا الحوامل لأول مرة أو لتاني مرة بس نفسها في ولد، فعاوزك تتابعيني لآخر الفيديو علشان تعرفي إيه الصح وإيه الغلط وإزاي تقدري تحددي أنت حامل في ولد ولا بنت بطريقة علمية صحيحة. ولو استفدت من الفيديو اعملي لايك وشير علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. انتشر قديما بين الستات على مر العصور علامات وأعراض حمل تأكد إنك حامل في ولد، فأنا جايب لك النهاردة 15 علامة كانوا بيستخدموها في كده، هنشوف منها إيه اللي صح وإيه اللي غلط. ونبدأ بأول علامة، وهي إنك لو ما شعرتش بالغثيان الصباحي يبقى حامل في ولد. غالبا من الأعراض المشهورة للحمل هو الشعور بالغثيان وخصوصا الصبح، فلو الحامل ما شعرتش بيه يبقى حامل في ولد، وده من أكثر المعتقدات انتشارا حول جنس الجنين. والحقيقة إن لا يوجد دليل علمي قوي يقول إن في ارتباط بين الغثيان وجنس الجنين، لكن تغيير مستوى الهرمونات هو المسؤول عن الشعور بالغثيان سواء كنت حامل في ولد أو بنت. تاني علامة هي شكل البطن المنخفض، لو كانت البطن منخفضة أو لتحت يبقى حامل في ولد، ولو كانت مرتفعة يبقى حامل في بنت. والحقيقة برضو إن مفيش دليل علمي على كده، وشكل البطن أثناء الحمل بيختلف من حمل لأخرى وبيعتمد على عدة عوامل ملهاش علاقة بجنس الجنين، ومن العوامل دي هي قوة عضلات البطن وزيادة الوزن وطبيعة الجسم وشكل الرحم والرياضة. ثالث علامة من علامات الحمل بولد هي تناول الأطعمة المالحة، لو الحمل اتوحمت على موالح ومخللات يبقى حامل في ولد، ولو اتوحمت على حلويات يبقى حامل في بنت. والحقيقة مفيش علاقة بين الأطعمة اللي بتتوحم عليها الحامل وجنس الجنين، واتكلمنا قبل كده في فيديو عن وحم الحامل وأسبابه وإزاي بيأثر على صحتك وصحة الجنين، هسيب لكم الرابط في التعليقات تحت وبص عليه. ورابع علامة من علامات الحمل بولد هو صفاء البشرة وتحسنها، في إشاعة كده بتقول إن جنس الجنين بينعكس على صفاء البشرة الأم وصحة شعرها، لأنهم معتقدين إن الحمل ببنت بيزود الزيوت في الشعر وظهور حب الشباب على البشرة، بينما غياب حب الشباب وإن البشرة تحلو من أعراض الحمل بولد. والحقيقة إن لا يوجد دليل علمي على ارتباط مشاكل البشرة والشعر بالحمل بولد أو بنت، لكن اضطراب الهرمونات بيحصل أصلا مع الحمل سواء كنت حامل في ولد أو بنت. خامس علامة من علامات الحمل بولد هي بطء ضربات قلب الجنين، بيقولوا مثلا لو ضربات قلب الجنين أقل من 140 دقة في الدقيقة يبقى حامل في ولد، ولو أعلى من 140 دقة في الدقيقة يبقى حامل في بنت. والحقيقة إن مفيش علاقة بين معدل ضربات قلب الجنين وجنسه، والمعدل الطبيعي لضربات قلب الجنين يتراوح بين 120 ل 160 دقة في الدقيقة سواء كنت حامل في ولد أو بنت. سادس علامة من علامات الحمل بولد هي إن ما يكونش في تقلب في المزاج كل شوية، في اعتقاد كده بين الستات إن حدوث تقلبات في المزاج أثناء الحمل من علامات الحمل في بنت، علشان هم رابطينه بهرمون الأستروجين، فهي بنت وحامل في بنت، فبالتالي هرمون الأستروجين هيكون عالي قوي ويعمل تقلبات في المود والمزاج بشكل متكرر، ولو حامل في ولد يبقى هرمون الأستروجين قليل وما يحصلش تقلبات في المزاج. والحقيقة أن تقلب مستوى الهرمونات أثناء الحمل وحدوث تقلب في المزاج كل شوية هو أمر طبيعي بيحصل سواء كنت حامل في ولد أو بنت. سابع علامة من علامات الحمل بولد هي زيادة الدهون، في اعتقاد كده أن لو الحامل زاد وزنها من الوسط يبقى حامل في بنت، ولو زاد في المنطقة الأمامية يبقى حامل في ولد. والحقيقة أن الحامل طبيعي جدا وزنها يزيد أثناء الحمل، وزيادته في منطقة عن أخرى بيعتمد على طبيعة الجسم ومالوش علاقة بجنس الجنين. تامن علامة من علامات الحمل بولد هي لون البول، لو لون البول غامق يبقى حامل في ولد. والحقيقة إن لون البول مالوش علاقة بإذا كنت حامل في ولد أو بنت، ولكن لون البول أثناء الحمل بيتأثر بعدة عوامل زي نوع الأكل والأدوية اللي بتاخدها والجفاف اللي ممكن تتعرض له بسبب الترجيع المتكرر. تاسع علامة من علامات الحمل بولد هي برودة الأقدام، والحقيقة إن مفيش علاقة بين برودة الأقدام وجنس الجنين، وبرودة الأقدام ممكن تحصل بسبب عدة عوامل منها درجات الحرارة الباردة والتوتر والقلق أو مشاكل في الدورة الدموية والأنيميا ومرض السكر واضطرابات الأعصاب وقصور في الغدة الدرقية. والعلامة العاشرة من علامات الحمل بولد هي الحموضة، في إشاعة كده بتقول إن لو الحامل بتعاني من حموضة دليل إنها حامل في ولد. والحقيقة إن الحموضة من الأعراض المشهورة أثناء الحمل سواء في بنت أو ولد، وخاصة في الثلث الأخير من الحمل آخر 3 شهور. العلامة رقم 11 من علامات الحمل بولد هي ألم الأسنان، والحقيقة إن في حوامل بتعاني من ألم الأسنان بسبب التغيرات الهرمونية في الأستروجين والبروجسترون، ولكن ألم الأسنان ملوش علاقة بجنس الجنين سواء بنت أو ولد. العلامة رقم 12 من علامات الحمل بولد هي كثرة النوم، منتشر جدا بين الستات الحوامل إن لو نامت كتير يبقى حامل في ولد، لكن الحقيقة إن النوم الصحي بين 7 ل 9 ساعات، لكن المرأة الحامل بتنام بمعدل أكتر ممكن يوصل ل 10 ساعات، وده بسبب تعرض الحامل للإرهاق والتعب وزيادة الحمل عليها أثناء الحمل،
وكمان زيادة هرمون البروجسترون، وبالتالي كثرة النوم ملهاش علاقة بإذا كنت حامل في ولد أو بنت. والعلامة رقم 13 من علامات الحمل بولد هي زيادة الرغبة في الجماع، والحقيقة إن بيحصل زيادة في الرغبة الجنسية عند الحمل بغض النظر عن هي حامل في ولد أو بنت، وده بيكون بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين والبروجسترون وبسبب زيادة تدفق الدم اللي رايحة للمنطقة التناسلية. والعلامة رقم 14 من علامات الحمل بولد هو ألم الورك. ألم الورك من علامات الحمل عند بعض الحوامل، وبيزيد في التلت الثاني والثالث من الحمل بسبب زيادة وزن الجنين، ومالوش علاقة بإنك حامل في ولد ولا بنت، وهو أمر طبيعي جدا بيحصل مع الحوامل، بس بشرط ما يكونش الألم شديد ومش معاه ارتفاع في درجات الحرارة أو أي أعراض التهاب. العلامة 15 من علامات الحمل بولد هي زيادة حجم الثدي الأيمن. في إشاعة كده بتقول إن لو حجم الثدي الأيمن أكبر من الأيسر يبقى حامل في ولد، والحقيقة إن مفيش دليل علمي على كده. وزي ما أنت شفتوا كده العلامات دي الأبحاث عليها قليلة، لكن في ناس بتمشي معاها وموافقة بيها وفي ناس لأ. فخليني بقى أقولك على الطرق العلمية الصحيحة علشان تعرفي أنت حامل في ولد ولا بنت. أول حاجة هي السونار، ودي الطريقة اللي بيعتمد عليها كل أطباء النساء والتوليد حول العالم في تحديد جنس الجنين، لأنها سهلة ومش مكلفة وبتتم بين الأسبوع 18 لل20. بنبص على الأعضاء التناسلية للجنين وبنحدد هو ولد ولا بنت، بس ممكن وضعية الطفل ما تسمحش برؤية الأعضاء التناسلية فنأجلها لوقت تاني. وفي فحوصات وتحاليل تانية غير السونار بنعملها فقط لما بنشك في أمراض جينية وراثية في الجنين، زي مثلا إن احنا ناخد عينة من دم الأم أو عينة من المشيمة أو عينة من السائل الأمنيوسي ونعمل لها تحليل كروموسومات. في كمان طريقة جديدة شوية في تحديد جنس الجنين اسمها رمزي ميثود، نسبة نجاحها حوالي 97%، بنعملها عند الأسبوع السادس للأسبوع الثامن من الحمل. بنبص بالسونار على بداية المشيمة اللي هو الخلاص، لو بدايته ناحية اليمين الأم يبقى حامل في ولد، ولو ناحية يسار الأم يبقى حامل في بنت، وزي ما قلت لك نسبة نجاح حوالي 97%. في نهاية الفيديو أتمنى منك لما اختبار الحمل يطلع إيجابي إنك تحمد ربنا وتشكريه بإنك تحافظ عليه سواء بقى كان ولد أو بنت، متشغليش بالك بهو هيطلع إيه. عارفك هتقولي جوزي مسافر وعاوز يشتري لبس ليه. والله براندات اللبس مش هتقفل ولا هتوقف شغل أول ما تولدي مثلا. واللي يقول أنا عاوز ولد عشان يحمل اسمي، هو يعني لو بنت هتسميها باسم تاني مثلا غير اسمك؟ وكتير بنات شرف أبوهم أكتر من الولاد. فبلاش نضيع فرحتنا بالحمل بحاجة زي كده، وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة وربنا يحفظنا جميعا.